تعال اعلمك ازاي بقى تعمل بطارية 24 فولت نظام السبعة اس. البطارية اللي معانا دي هتبقى 15 امبير. اول حاجة بنبتدي نرتب الخلايا بالنسبة للتوازي عشان ده اللي بيدينا الامبير، وبعد كده التوالي. خلايا البطارية اللي معانا دي احنا استخدمنا 5 خلايا في الصف الواحد عشان يدينا 15 امبير، في عدد 7 صفوف عشان يدينا نظام السبعة اس. بنبدأ نرتب الخلايا جنب بعض زي ما انت شايف. والمرحلة اللي بعد ما نجمعهم ان شاء الله هنبتدي نعمل عملية السبوت ويلدنج او التلحيم. المرحلة اللي بعد كده هنبدأ نثبت البي ام اس ونوصل البي ام اس بالخلايا اللي عندنا بكل صف. مهم جدا ان اي بطارية ليثيوم لازم يكون فيها بي ام اس، لان ده المسؤول عن الشحن وعن التفريغ. في الحالة اللي معانا البي ام اس ده 7 اس بقدرة 25 و25 امبير. هنثبت هنا البي ام اس ده كده بعد التثبيت، وهنبدأ نوصل كابل البالانسنج اللي بيوصل بالخلايا. بنبدأ دايما من الخط السالب للبطارية مع الواير الاسود بتاع كابل البالانس. ادي تقسيمات البي ام اس. ده هنا نعزل الخطوط البطاريات عشان ما يحصلش اي تلامس او اي شورت سيركت. هنبدأ نعمل عملية لحام لخرج الموجب بتاع البطارية. الطرف ده هنا هيبقى طرف السالب بتاع خارج البطارية، بيتاخد من على البي ام اس. وبما ان البي ام اس بتاعنا ده هو سيم بورد، فنفس مكان الشحن هو نفس مكان التفريغ، يعني سلكين بس. وده كمان الطرف الموجب بتاع البطارية، يبقى احنا عندنا سالب وموجب. هنبدأ هنا بقى نوصل سالب البطارية في سالب البي ام اس عشان الدايرة كلها تكتمل في التوصيل.
غلف البطارية بالبي في سي هيت شرينك بتاعنا عشان احكام البطارية ويبقى منظرها كويس، وكمان عشان الامان. لمرحلة تجربة البطارية في الشحن. بما ان البطارية اللي معانا دي 7 اس، يبقى المفروض ان الفولت بتاعها 29.4 فولت، والشاحن اللي معانا ده 29.4. هنبدأ نوصل. المفروض ان اللون الاخضر هيتحول للون الاحمر، يعني كده البطارية بتشحن. في نهاية الفيديو اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا باللايك والشير.